حد فاكر الكلمتين اللي قالهم حازم امام في البودكاست دول؟ تلاقي راجل بيصلي ويصوم ومحترم جدا، بس يجي عند الكورة ويتحول. أسوأ حاجة في الكورة إنك تديرها في مصر يعني. طبعا مش عايز اقول لك ان كعاده القطيع الاحمر التشكيك في اي حد يقول كلمه واحده حتى لو حقيقه ضدي، ابدا بقى اخوض في ذمم بقى واقول لك اصل ده كذا بص، يعني كلام ما يطلعش من ناس عندها يعني دين او ضمير. ودي العاده اللي بيمارسوها مع اي حد بيحاول ان هو يقول كلمه حق ضدهم. لو ما عرفتش اسكتك ارهبك واخوفك، وده اللي حاولوا يعملوه مع الكابتن حازم امام. والراجل الزملكاوي المحترم ده رد عليهم وعرفهم مقامهم. الكابتن حازم امام كان في احدى برامج البودكاست وصرح تصريح جميل قوي. التصريح يا سيدي ملخصه ان الكابتن حازم امام بيقول انا ما بحبش حد يشتمني، وانه بيستغرب جدا من ناس بتصوم وتصلي وعارفه ربنا وبتيجي عند الكوره وتحيد، ويبقوا شايفين الصح من الغلط والعدل من الظلم ولكن يحيدوا عنه ويدافعوا عن الغلط ويدافعوا عن الظلم لمجرد مصلحتهم، وانهم كمان ممكن يتهموك انك حرامي ومزور دون ان يمتلكوا اي دليل على كلامهم. الحقيقه الكلام بالنسبه لي كان غامض لحد ما دخلت على الكومنتات. اول ما دخلت على الكومنت لقيت مجموعه من رعاع البشر داخله على الكابتن حازم امام، انت حرامي وانت مزور وانت فيك وانت عليك وانت اللي قتلت بابايا. فانا برضو مش فاهم ايه موضوع التزوير وايه موضوع السرقه دي، فدخلت بحثت. فاللي استشفيته في الموضوع ان شويه الرعاع دول بيتهموا الكابتن حازم امام انه ليه ايد في تزوير عقد جده او محمد ناجي جده. فرحت لجده قلت له ازيك يا جدو، هو الكابتن حازم امام ليه ايد في تزوير العقد بتاعك؟ فلقيت الكابتن جدو نفسه ايام ما طلع الموضوع ده رافع ستوري على انستجرام حلو قوي. الكابتن جدو يا سيدي بيقول في الستوري بتاعته انا اخترتك يا كابتن حازم تشهد عشان عارف انك راجل محترم وحقاني وبتاع ربنا. ده كلام الراجل اللي شويه الرعاع بيتهموا الكابتن حازم امام فيه. وطبعا الكابتن جدو لما رفع الستوري دي ما عجبش شويه الرعاع، وقالوا له لا 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 انت غلطان، هو الكابتن حازم امام وحش والكابتن حازم امام هو اللي زور وهو اللي سرق، انت بس مش عارف حاجه. وطبعا انا مش طالع اعمل الفيديو ده عشان خاطر ادافع عن الكابتن حازم امام. اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. الكابتن حازم امام شبعان ابن شبعان، نضيف ابن نضيف، راجل ينطبق عليه مقوله مولوده في بقه معلقه دهب. وهيطلع لمين يعني لما يبقى والده الكابتن حماده امام رحمه الله عليه، الراجل اللي ما خدش انذار واحد طول مسيرته وهو بيلعب كوره من كتر ما كان لعيب محترم. اما عن والدته فهي السيده الفاضله الدكتوره ماجي الحلواني. ولو عايز تعرف مين هي الدكتوره ماجي الحلواني تقدر تروح لجوجل، ما بيقفلش، اكتب بس الدكتوره ماجي الحلواني وهو هيقول لك على كل حاجه. انا بس من حقي ادافع عن اسطورتي وقدوتي في الطفوله الكابتن حازم امام، واوجه رساله لهذه المجموعه البشريه. هو انا لو جبت سيره الكابتن محمود الخطيب بسوء او قلت لك الخطيب ده فيه ولا عليه، انت هتعمل ايه؟ هتفرش لي لسانك سجاده صح؟ بالرغم من ان حبيبه وصاحبه والكفيل بتاعه قال فيه ما في الخمر، واتهموا بانه زعيم عصابه، واتهموا بانه اتحصل على هدايا وساعات لحسابه الشخصي. ووقتها ما سمعناش صوت حد فيكم ولا حتى صوت الكابتن محمود الخطيب نفسه، ولسان حالكم الصمت لغه العظماء. طب مثلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاسبق واسطوره النادي الاهلي اللي المحكمه حكمته في 2004 بتهمه فساد وكاله الاهرام للاعلام، واللي وصل بيه التربح من شغله فيها الى انه وصل ثروته لمبلغ 2.8 مليار جنيه مصري، ولما النيابه وقتها وجهت له من اين لك هذا فشل في انه يبرر تضخم ثروته. بس طبعا بعد الكلام ده لو حد قال لك ان الكابتن حسن حمدي حرامي، انت هتتقمص ساعتها شخصيه الشيخ محمد حسان وهتقول لنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ولكم من الله ما تستحقون يا من ترمون الناس بالباطل. يعني الكلام اللي انت بترفضه على اساطير ناديك بالرغم من ان عليهم شبهات كتيره بتحلله لنفسك على واحد زي الكابتن حازم امام بدون اي دليل وبدون اي سند قانوني. كل الموضوع بس ان انت حاسس بالنقص قصاد شخصيه زي دي، شخصيه نعل جزمتها انضف من ضمايركم. ربنا يطلعنا منها على خيرة الله. بص يا باشا، انا مش جاي اقول لك ان حازم مثلا ملاك او ان في ملايكه وسط البشر، وان مثلا واحد زي حازم ما بيغلطش ومش عارف ايه والكلام ده كله اسطوره. كل الكلام ده بص حته اسطوره ومش او اخلاق، الكلام ده كله الناس عارفاه والناس مش محتاجه حد يقوله. بس قضيه زي قضيه جده اللي الحمر هارونا الكلام فيها، جده نفسه هو اللي استشهد بالراجل. انا بس الرساله اللي حابب اوجهها باشا، ما تخليش الكوره وتشجيعك العمياني يخليك معدوم الضمير، انك تبقى شايف الحق فين وشايف شخصيه محترمه مثلا بتعمل حاجه كويسه او راجل محترم وعنده اخلاق تحاول ان انت تهينه او تقلل منه وتخالف ضميره. الدنيا بتلف ومش بعيد اللي انت عملته النهارده تبص بكره تلاقيه يجي فيك. فخلي بالك ما تشخصنش الامور. الاهلي مش هيديك حاجه ولا الزمالك هيديني حاجه، احنا بنتناقش عقل ومنطق وكوره. ما تجيش تقول لي اصل ده مزور واصل ده مش عارف ايه. انتوا عندكم مثلا واحد زي اعلامي كبير في قناتكم عليه حوالي عليه شبهات كتير مثلا، بس الواحد ما بيرضاش يتكلم عليها لان الله اعلم، الله اعلم بكل واحد علاقته عامله ازاي في السر او علاقته مع ربنا عامله ازاي. انا ليا
اللي بيحصل منك على الشاشه، في الاعلام، في الكوره، ماليش دعوه انت بتعمل ايه في حياتك الشخصيه، ربنا يحاسبك على الكلام ده. هل انت شفت مثلا حازم امام وهو بيزور؟ هل معاك دليل ان هو مزور؟ زي ما انا بوجه رساله للزملكاويه، انت ما معكش اي دليل على اي حد ان كان اعلامي او ان كان مسؤول في الاهلي انه عمل اي حاجه ما تتكلمش عليه. ما دام ما معكش دليل ما تتكلمش، وحتى لو معاك دليل انت تتكلم في نطاق الكوره والرياضه بس، ملناش دعوه بحياه الناس الشخصيه.